قول يا راجل قول. زمان فؤاد لسه راجع قول. فؤاد لسه راجع قول. حبوي حبوي الراجل ده معرفش ليه ما بينزليش من المعده. من اصحى يا وعامد بقينا الفجر. اصحى يا ابني هتفوق على السوق. سوق عاملين كوبايه شاي وعلى راضي شويه خلينا نفوق على كلام ربنا. تخافش يا ابني ما تخافش. طول ما ابوك جنبك مفيش انسان ممكن ما تخافش. طول ما ابوك جنبك مفيش انسان ممكن يجرب لك. انا على السوق. انا على السوق. خليك ادري المدرسه وسيب ابوك ليش. خليك ادري المدرسه وسيب ابوك للشجر. شوفوا يا اختي الراجل، انما حتة عربية ولا الريح اللي حاططها. قلت لك لا يعني لا. لسه هترسم لي صعيدي؟ هنرسم صعيدي ونرسم فلاحه ولوينجي ونحكي بكل الحكاوي. ومرة هنديها فين؟ ما قلنا مفيش بيع، هتسوق لفرح بيه. قلت لك لا، قلت لك 100 مرة بحب اشتغل عند حد ويتحكم فيا. بقالك كام سنة بتقول الكلام ده وانت زي ما انت ما تتغيرش. قولي لي يا بنت ايه الريحة الحلوة دي؟ دي أول مرة تشمها، ما أنا بحطها كل يوم. يا بيه ردي عليا يا بنت هنا. مين اللي جابها لك؟ صلاح بيه هو اللي جابها لي. ايه بتغير عليا؟ امال يعني هغير على مين؟ وهتكون بتضحك عليا وعايزني زيك زي غيرك. غيري؟ كلهم ديابي. مفيش حد بيحبك غيري. ايه وانا فاهمه يا اخويا، لولا صلاح بيه ملوش في الحريم ما كانش الواحد عارف كان هيحصل ايه. المهم انت تسمع كلامي وتهاودني. هو صلاح بيه ملوش في الحريم؟ ما تخافش عليا، انا بستير راضي. هو في ايه؟ جاموسه معديه. انزل ايه؟ انزل ارفع ايدك، ارفع ايدك. في ايه؟ اللي انتوا عايزينه؟ خلاص يا راجل. تعالي هنا، تعالي ارفع ايدك يا ارفع ايدك. في ايه؟ اللي انتوا عايزينه؟ ولا شيء من الهدوء. عايزين مننا ايه؟ سيب الاسعى مطلق كده. اوعى. ايه ده؟ المحفظة ماشية. المحفظة بس المحفظة مليانة بنات سكر وزيت. انت هتشتغل ايه؟ موظف كتكنيلة. خليكي معايا. قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة. غور سيبوه. بص سيبها. استنى يا فؤاد بيه، استنى بس. استنى، خدني معاك الاول الشارع. ليه رايحة فين؟ رايحة السوق اجيب طلبات. طب الواد بتاع الخضار بيجي لغاية هنا وبيجيب لك اللي انت عايزاه. يا سلام. وبتاع الخضار هيقطع لي اللحمة ولا هيجيب لي التموين؟ بسرعة اركبي بسرعة. عايز الحق صلاح بيه قاعد مع شوقي الحديدي قبل ما يبوظ الدنيا. كمان هتركبي جنبي. انت مش عايز نفس. يا راجل تبقى عندك 70 قرش. اديني دول في قد ايه؟ كم كيلو السبانخ يا معلم؟ لحظة واحدة. 5 كيلو. ده البتنجان ده يا حاج. شوف السبانخ بكام يا حاج؟
اساطين. نعمين. كم كيلو السبانخ؟ 35 قرش. كام بتنجان يا حاج؟ اوزن. كام البتنجان؟ هات يا سيدي. اوزن يا معلم. هانم. اوكي يا حاج شوقي، هتقرا ملف وعقود المدينه السكنيه، وتخلي المحامي بتاعنا يرتب كل حاجه مع المحامي بتاعك، وتخلي مشروع القريه السياحيه بعدين على مهلك. اوكي هنبقى على اتصال بالتليفونات. لا بلاش التليفونات دي بقى لو واخده يعني. احنا تحت امرك يا عم شوقي. عندكم في المكتب، عندنا في البيت، انت تؤمر. كده يبقى متفقين وعلى خير ان شاء الله. ان شاء الله انت تؤمر. الله يبارك فيك. السلام عليكم. لا مؤاخذة، اصل عاوز الاستاذ بس الكلمه صغيره. تحت امرك. بعد اذنك يا صلاح بيه. خلي بالك من دي. لا احنا بس نعالج الروماتيزم اللي في ركبك وكله هيبقى تمام ان شاء الله. ان شاء الله. خد دي حطها كمان هنا، دي حطها كمان هنا. ما تكلمي يا عدل يا بنت. بس يا هانم. ودي مين دي كمان؟ جماعته يا امك، جماعته. بس يا هانم. ايه مش هوسع كده؟ ايه قصدك؟ اسمعي بس، انا سكت لك من الصبح عماله تتقطعي وتطمعي. اطمعي بقول لك ايه، فوق لنفسك احسن لي. ايه يا بنت بس ايدك لا اقطعها لك والعب البحر في عينك. عارفه تكلمي مين يا بنت؟ مين يعني؟ سفيرة عزيزة. سفيرة عزيزة. طب وديني لما نفخها لك. هانم، هي صحيح البنت حلو؟ بس مزاجها فاري بعيد عنك. بقى البنت هانم عاجبه شوقي الحديدي من ساعة ما شافها وعينه هتخرج عليها. الظاهر مزاجه فاري زيها. البنت دي عرسانها كتر، عشان كده انا مخلي معايا شهادة وفاة جوزها ومانعها انها تتجوز. امال ايه؟ لنا اي حد في وسطينا؟ قصدك شوقي الحديدي؟ احتمال، مش جايز يتجنن لما ملاقيش منها فايدة. لو شكله كده يعملها، بس بيني وبينك الجوازة دي ما تدومش الا 3 اشهر ويفلسع. هودي، وانا هنبه عليها ما تكشرش في وشه لما يجي. وهتعمل ايه مع سليم بيه؟ مستني يضرب ضربته، لو بسيطة هلمها ونبقى خالصين واحدة بواحدة. بس احنا حالنا واقف اليومين دول. ما هو منك يا سي فؤاد، انا بفكر نشتغل في الاستوك اللي عندنا. هيعرف ان احنا مخزنين بضاعة وهيقلب علينا. وما تنساش ان سليم الديب اكبر تاجر، ومفيش حاجة زي دي هتعدي عليه بسهولة. انا بقلبها في دماغي من ساعة ما جيت، وبدور على واد فروت جديد ويكون بعيد عن عين سليم. انت هتفضل ساكت كتير؟ ما بتردش ليه؟ ولا بتطلع همك في طش الميه بالطين؟ كلمة هايفة قلتها للبت في السوق، قلبت كياني، جدت نار جواكي وبراكي، النتيجة عركة وبطحة. يبقى تسكت احسن. نسكت. انت ايه؟ بتخاف مني ولا بتخاف عليا؟ ابو عابد ما بيعرفش الخوف. امال سبت الصعيد ليه؟ هانم بلاش السيرة دي، حاجة سهلة. بلاش تعكر دمك. بص عينك جعانة. مش عيني جعانة. امال ايه؟ بطنك. يوه رحت فين؟ بحلم. ما تتكلم بالمفتشر يا راجل. بحلم بدنيا تانية فيهاش ديابة. بحلم بناس تانيين حلوين قلوبهم صافية زي لبن الحليب. احلم. من حقي، وعشان بحبك من حقي ده انا احلم، وعشان خاطر عابد. السبب الدنيا مدالك دراعاتها وانت حاطط دماغك في شوال بطاطا. وعايز العب ايه؟ تسمع كلام تريح وتستريح. وليه بتسمع شفت كلامي؟ اللي هو ايه بقى؟ ايه؟ تاني نسيب البلد دي ونهج. انت راجل ما تعبتش، هتروح على فين؟ ارض الله واسعة. اللي عايز جنة يعملها بدراعه بمخه،
لو حبيتك بدماغي وبس عمرك ما هتشوفيني يا هانم. ليه لا سمح الله؟ كان توبي اشرف وانضف توب في البلد كلها. اللي انت لابساه ده مش توبك، واللي في دماغك مدسوس عليكي. ده كلام جديد عليا. عمرك ما هتفهميني يا هانم. البضاعة فين؟ البضاعة في 60 دقيقة يا فؤاد. ازاي يبقى معاكم وتسيبوه لهم؟ ما هو مات الله يرحمه. انا منبه عليكم، اي واحد يقع من الرجاله تجيبوه، ما تسيبوهوش في كلام سليم. اقعد يا كبير، اقعد خلاص اقعد. تعال الواد ده تاخدوه تودي له عياله يقعد وسطهم اسبوع واملوا له الثلاجه. واسمع، تخلي مراتك ترم لك عظمك ده. استنى فؤاد. ايه؟ اديله الباكو ده. مش كتير. الرجاله ابتدت تخاف يا فؤاد، ده تاني واحد يقع في اسبوع. الظاهر سليم مش ناوي يجيبها لبر المره دي. انا دماغي مش رايقه، اتصرف انت مع الرجاله. ماشي، اترزق عادة اهو. كل واحد فيكم يروح يبعد اسبوعين ويقعدوا في وسط عياله، ويخلي مراته تهننه وتدلعه وعياله تربيه، قصدي هو اللي يربيهم يعني لحد ما يبعت لكم. هو في حاجه فؤاد بيه ولا ايه؟ باشا الكبير ماله؟ الحكومه مالها الايام دي؟ مسكناها ولا ايه؟ يا اخويا انت وهو، احنا في مجلس ولا ايه؟ كل واحد هيقول له كلمتين ويتسقف له. الله، خد يا حبيبي وزع العلاوه دي عليهم. والحوافز يا فؤاد بيه؟ مفيش. والمنحه؟ على العيد. وبسلامته بيشتغل ايه؟ مين ده؟ ابو ريحه حلوه اللي ريحته جايه من اول الشارع. يوه الحاج شوقي. ايوه الحاج شام. يا راجل ايه؟ ده راجل مصدي وقد ابويا. وبعدين ما خلاص اللي قلبه مختار. لسه العجل يا هانم. هو ده ما يجيش في بال حد ابدا، لا سليم ولا البوليس. انا شفته بيحوم والبت بتنزل له قبل كده. مش مهم، المهم انه يبقى هنا. ايوه بس ده عرباجي. ده انا فؤاد عاوز ايه اكتر من فقر؟ ما في فقراء ودماغهم ناشفه ويعملوا لك فيها شرفه. سيبك من كلام الانشا. وبعدين انت ناسي هانم بتحب الواد المقسم ده. لا يا فؤاد، ما تنساش انه هيبقى واحد من رجالتنا. رجالتنا بكره يرسم لك الشرف ويقول لك الضمير والمبادئ. لعبوا على الهادي، وساعة ما تتعب بصهولي وانا هدلعه. لعب عرباجي وانا خايف بكره تقول لي لعب الحمار. ايه سلامة، تعالى بره عاوزك. فين؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ في ايه؟ انت قلت ايه؟ في ايه؟ قلت ايه؟ صلي على النبي. قلت ايه؟ قلت ايه؟ صلي على النبي. اني صلي على النبي. عابد ابو عابد. تعالي يا تعالي يا ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ والله ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هدي نفسك ابو عابد، هدي نفسك ابو عابد. ابو عابد يعني ابو عابد يا جدع استنى. تعالي اهو. ولا اروح اقول لها لا، وهم هيصدقوك انت ويكذبوا البهوات. طب وهانم دي في ايديهم، لا يكونوش طبخينها سوا وانا قاعد زي نبيه. لا انا ما تعرفش. ايوه اكيد ما تعرفش. انا اروح اخدها من هناك وبعدين اشوف. يا بوي
ده باين انه ملعوب كبير قوي. طب وبعدين اعمل ايه؟ قلت ايه؟ شغل حديدي ولا بتاع خضار؟ ايوه يا صاحبي، بس ده راجل قد ابوي. يعني مش عاوزاه. اوكي. استنى بس يا صاحبي، صبرك عليا. هو قال لك ايه بالظبط؟ ها؟ قال لك عايز تجوزني؟ لا هو لسه ما قالش، بس انا ممكن اخليه يقول. عموما هو جاي النهارده وانا مش هضغط عليك، انا طبعا عاوز مصلحتك. يعني ايه؟ برضه مرضيش الفقر ده؟ بقول لك كان هيخنقني، والله كان هيخنقني. اهو بص سعادتك، بص اهو كان هيخنقني. طب وبعدين؟ ده احنا حالنا واقف والسوق ما بيرحمش وكل ركابتنا معروفين، لو حد منهم نزل اكيد سليم هيعرف. طب ما نشوف حد غيره. شوف حد غيره؟ النبي تسكت يا فؤاد. بس انا اللي عاجبني التركيبه دي جديده. عرباجي، بياع خضار، عربيه، حمار، وتعدي البضاعه من تحت دقن سليم والحكومه في عز الظهر. ما هي فكره حلوه. ايه رايك ما نلبس حد من رجالتنا عرباجي؟ البس انا عرباجي، انا شكلي ينفع عرباجي، ونجيب عربيه وحمار ونوضر الجو ويبقى حلو كله. جرايه يا فؤاد، احنا هنمثل فيلم. سيبني دلوقتي. اوامرك يا باشا. بس بقول لك ايه، شمشام اللي ورا الجدع الفقري ده هو عامل لي فيها شريف، بس هنلاقي سكه، اكيد هنلاقي نقطه ضعف. ما تشغلش بالك سعادتك، روح انت اتمرجع في المراجيح. ابو الهول ده واد فرخ، ابقي قال لك ابو الهول. حاج عليا انا جاي اشورك. استنى بس يا خال، ما عندي حد، ده ابو الهول نطق وانت لسه. قصدك ايه؟ قصدي يا خال ان الفرصه هتيجي للبني ادم منينا مره واحده. سلامة. خبر ايه يا خال؟ ما تتعصبش عليا، ما جايالك على الطبطابه ها، باينه ومرسومه. عمر ديل الكلب ما ينجان. انت من سكه ولا من سكه تانية؟ لا والله ناصح يا خال، ناصح وحبيب. تقصد ايه؟ البت بتاعتهم شغلتك لغايه ما تشعلكت بيها. مش فاهمك انت في الحب، طول عمر قلبك ميت زي ضميرك. طب بذمتك واحده شغاله عند البهوات دول هتحب فيك ايه وليه؟ ولا تكونش يا خال صدقت كلام السيمه اللي هتقولهولك انك راجل طيب وقلبك ابيض زي العيش الافرنجي. انا من الاول كنت حاسس ان الحكايه دي وراها حاجه. الدنيا حصل فيها ايه يا ناس؟ حصل فيها كتير يا خال، بس انت اللي مش واخد بالك. عندك حق يا خال، ما انت مش لاقي غير نبيه على الكلمه. فرخ. قال لك ابو الهول والله فرخ. وانت حكتله. عارف يا خال، الحكايه دي جات في مصلحتنا. مصلحتنا كيف؟ الله، تسلم الايادي يا حلو. تأمر بحاجة تانية يا صلاح بيه؟ لا يا هاني. وانت يا شوقي بيه، قصدي يا حاج شوقي. تسلم الايادي يا ست الهوانم. شوقي بيه بيحب يبالغ شويه. لا 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 لا، انا بتكلم جد. بعدين اصدق يا سعادة البيه. ده يوم المنى لما تثقي في الحديدي. طيب يا هانم متشكرين. روحي. ده النهارده عيني عليها بارده قوي. انت تؤمر يا شوقي بيه، امدتك الكريمه. عقبال القريه السياحيه. مش لما نخلص الاول المدينه السكنيه؟ ايه كلمتها؟ طبعا يا حاج، طلباتك كلها اوامر. وبرضه مصممه على اللي في دماغها؟ ما فؤاد قال لسعادتك دي سكتها الجواب. وانا ما عنديش مانع، بس زي ما انت فاهم
كتبتك. طبعا يا حاج، دي اسرار. كارت جديد، امال هلعبك ازاي؟ مش هتلحق، هكون اديتها السكه. اقول مبروك على الشغل. ما هي جوه الشغل برضه. لا تعجبني. انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب. شفت خليل شايل فيل وبيده بيسيع النار، انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب. شفت النملة بتكتب جملة وبتعلم ابن البواب، انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب. شفت الفار قال لي حمار البس بدل الحدوة شراب، انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب. شفت عساكر ماسكين راجل بيقول ضرب القرع ثواب، انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب. شفت حميدة شايل حيطة وبيكحل عوضين بتراب، انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب. شفت الوزة هزة البرغوت قال ده احنا شباب، تقول ايه يا ريس؟ ولد عمك ده باين عليه الطرمة. عارف، سيبه يطلع اللي جواه، اصل الرقاصة دي زي الدواء، هتطلع الهم المكتوب. انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب، انا بلموطي، انا كذاب. صلاح بيه وفؤاد الزفت بيشتغلوا في المخدرات، وعارفه مين كمان كان بيشتغل معاهم؟ جوزك عبد العال الله يرحمه. لا، حد قال لك حد. ايوه، صلاح بيه هو اللي قال لي، وما رضاش خليني اشوفه، عشان كده خايف عليا اشوف جثته. ايوه، دفنوه في البلد من بره. هانم، لا، عبد العال ما تضحكش عليا. هانم، عبد العال في حادثة عربية. هانم فبيه عربية واحد كفايه. الكاوتش ضرب. عبد العال ما تضحكش عليا. سيدي هانم كافي. والحاج شوقي عايز يتجوزني، هياخد لي شقة حنين ويلبسني حريم. كافي هيجيب لي حريم. يشتغل مع فؤاد يشتغل مع صلاح، وصلاح يشتغل في الزيت. كافي. اسكندريه ما جوش يكتب عليه. انت ظالم فؤاد. خدامك يا هاني. فاكراه؟
وانا من هنا بقول لجميع المواطنين اللي راجعين وعاوزين يستثمروا فلوسهم يجوا وما يخافوش، دي بلدهم، والمرحلة دي محتاجة لكل الخبرات والسواعد اللي عاوزة تبني. بنقول دي مرحلة انفتاح، يعني فعلا سياسة وتطبيق. كنا نحب سيادتك توضح للسادة المشاهدين معنى سياسة الانفتاح وتأثيرها على المسار الاقتصادي. سياسة الانفتاح تعني في مفهومها الاقتصادي الشامل منح التسهيلات، وأحب أوضح الفرق بين التسهيلات والتجاوزات اللي بنسمع عليها أحيانا. احنا بندي تسهيلات بنكية وائتمانية ادخارية، بس مرتبط بضوابط دقيقة بالسوق العالمية، باعتبارنا جزء لا يتجزأ من العالم اللي احنا عايشين فيه. متهيألي بالطريقة دي أكون وضحت بما لا يدع مجالا للشك أو اللبس. في نهاية لقائنا الممتع مع سيادتك تحب تسمع حضرتك ايه؟ متهيألي أغنية يا أحلى اسم في الوجود يا مصر. عندك كم مليون؟ عندك كم سنة؟ عايز تقول ايه؟ ما عندك ملايين قد سنين عمري. أقدم لك خالد بهجت لواء سابق. اهلا. سيادته محامي بالنقد سابقا محمد يوسف. سيد علي وزير سابقا. احمد فكري سيادة المحافظ سابقا. ايه رأيك في المستشارين بتوعي؟ رجالتك بطل تعبيراتك القديمة بقى، اسمهم مستشارين. مستشارين. ودول بقى بيشتغلوا بالحته، يعني يعني بالعموله ولا بياخدوا مرتب اخر الشهر؟ بالاثنين. ايه؟ شوف يا ابو عابد، اي سيدة اعمال او رجل اعمال محترم زيك كده لازم يبقى عنده مستشارين يفهموه اللي ممكن يعمله واللي مفروض ما يعملوش. ومين فيهم بقى دراعك اليمين؟ مفيش فيك فايدة. دراع اليمين ايه؟ هو احنا عصابة؟ لعلمك شركات الهانم بقت من اكبر شركات البلد، ده ناقصني بيضرب الدولار دلوقتي، وبنشتغل في كل حاجة. وكله في السليم. ها؟ رجالتي ولا رجالتك؟ البوف، الكازلك، سيد شفة، طارق، عبد المندهش، سعيد مطوة، علي ايتي، ميمي كابوكي، والاخ عضو جديد بقى لسه ما شرفناش باسمك. اسم انا؟ اسم تامر. تامر اللذيذ، رخر عضو في الكابوكي. يعني هم رجالتك شكلهم انضف، باين عليهم بيفهموا اكتر. عشان اللعبة دي اسمها لعبة ذكاء، تحب افتح نفسك بحاجة صغيرة كده؟ اشوف. اللعبة اسمها كمبيالة المجاملة. كمبيالة ايه؟ المجاملة. يعملوا ايه اتنين عايزين يجاملوا بعض زي وزيك كده. نفترض انا خدت منك بضاعة، اي بضاعة، حديد تسليح، اسمنت، اي حاجة، بمبلغ 2 مليون جنيه. اكتب لك الكمبيالة دي، والكمبيالة دي نفترض انها تستحق الدفع بعد 4-5 اشهر، نقول كده. وانت في نفس الوقت محتاج فلوس علشان تشغلها في السوق. تاخد الكمبيالة وطيران على البنك، هتديهم الكمبيالة. طبعا انا اسم شركتي كبير وله وزنه في السوق، هيمضوك على ورق، بس في الاخر هيدوك 70% من قيمة الكمبيالة. 70% من 2 مليون، يعني 1,400,000 جنيه. والبان؟ ما انت كمان هتكتب لي كمبيالة ب2 مليون جنيه، يبقى معانا كام؟
مليون و400,000 زي مليون و400,000 يبقى 2,800,000 جنيه. عبال ما البنك يلاقينا ويحاسبنا نكون شغلنا الفلوس دي في السوق وكسبنا مش اقل من 1,000,000 جنيه يعني ارنب. يخرب بيت ابوك. الله، يعني ايه يا خال؟ خلاص نويت تعتزل؟ اعتزل؟ ده معقول يا ابو؟ لا بس اللعبه اللي العبها لعبه جديده، لعبه ما تكسبش، تدفع فيها فلوس. ابا عشان كده انت اللي هتلعب سليم. ما قادرش افهمك يا خال. مش مهم. المهم لازم العب اللعبه دي وايدي نظيفه عشان ما حدش يرقص ورايا. هتلعب سليم. انا وفؤاد. سليم بيه على التليفون. بدايه اللعبه رد عليه انت يا ابو. رد عن اذنك. فؤاد اقول يا لورد. حضرت لي اللي قلت لك عليه؟ مبدئيا طبعنا 200,000 ورقه عليهم صورتك هيتلزقوا في كل حته. مش عايز حيطه في البلد الا وعليها صورتي. اطمن مش هتلاقي ولا حيطه في البلد نظيفه. والشعار ابو الهول. ومفيش مخاطره يعني زي ما قلت لك، علاقاتك ذكائك جمايلك الابواب كلها هتتفتح لك. ما يورجيش اللي مجعمزين على الكراسي ورقه وجر قلم تلاقيهم واجعين تحت الكرسي وساعتها. مش مهم عندي اللي قاعدين على الكراسي، دول شويه ديكور وشوش بتتغير. المهم عندي ان الكرسي ده ما يتغيرش. قلت ايه؟ قلت اما اقعد الاول. بيقولوا ان في مستندات ووثائق بتثبت انك وصيف في عمليات غير مشروعه. مستندات ووثائق؟ طيب يظهروها ينشروها. احنا بلد ديمقراطي، محدش بيصادر على رأي ولا بيوصف قلم. منسوب لحضرتك يا فندم انك اول واحد يدخل تعبير الربح السياسي في قاموس المصطلحات السياسية. انا اعتبر الكلام ده مجرد نكتة، مش هضحك عليه. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الطار باعتبارك صاحب موقف قديم وكلنا بنعتبره موقف عظيم. ده موقف عادي جدا من انسان عادي جدا، مؤمن ببلده، مؤمن بمبادئه، ومؤمن كمان بالعدالة وبالقانون. افهم من كده انك مش هتقدري تأثري عليه زي ما كنا فاكرين. مش ده ابو عابد اللي بعتيه وقبضت الثمن واشتريتي اسم الحديدي؟ بره. لا ما احبش كده، دي الفاظ ما يصحش تقول يا سيدة اعمال بتفضل ان ما حدش ينكش وراها. بره. عاجبك كده الشوكولاته؟ اوكي. شو مالك؟ خلي ابو عابد يرجع عن اللي في دماغه، والا هتربق الدنيا على دماغه ودماغك انت كمان. اطلع بره. بره هي شغلانه كل شويه بره. خساره فيك الشوكولاته اللي رميتيها. بره. عين لك احلى منها. خلاص بره. كلاب. انا اللورد. That you are the Lord. بس مش فاضلنا اليومين دول، الهاني مشغلك عننا يا لورد. بعد عنها يا سليم، مالكش دخل فيه. سامعين عنك اشاعات كتيرة اليومين دول، بيقولوا انك بقيت من كبار رجال الاعمال وشريك في مؤسسات اقتصادية كبيرة. في ناس تانية بتقول ان طموحك اكبر من كده بكتير. ايه؟ عاوز تاخد الحصانة؟
ما ينفعش يا لورد، مش بكيفك. ابعد عن اللي في دماغك يا ابو عابد، ولا انا عندي اوراق ومستندات توديك في داهيه. انا مش بس هقف ضدك في الانتخابات، لا، انا هسجنك. حاجه واحده بس اللي تخلي الراجل منا يسيب كارو. دي مش لعبه ناس كبار وبس، دي لعبه انتحاريه وليها نتيجه واحده ومؤكده: الموت. death. C'est la vie. سيادتك عارف ان الهانم سيدة اعمال مشهورة، واكيد واحد موضوع حاجة يا فندم. مفهوم، كل انسان ناجح بيبقى له اعداء. متهيألي يا فندم مفيش داعي لوجودي اصلا من كده. عندك حق، مؤقتا هنعتبره بلاغ كاذب، بس يا ريت سعادتك تلقي فكرة بسيط بره اليومين دول. يعني ايه؟ الهانم ممنوع من السفر. شرفتي على اذنك. بالمناسبة ما تنسيش تسلمي على ابو عابد، وبلغيهم في ناس زمايلنا يهمهم قوي لما يشوفوه قريب ان شاء الله. تمام يا فندم. بص، جهز رجالتك الليلة، عندنا شغل مهم، شغل بتاع زمان قوي. فؤاد فوق يا لورد، غرق السوق بالبضاعة. ايه؟ عايزك تغرق السوق بالبضاعة، اللي معهوش تديله شبك. وسع كل البضاعة، غرق السوق بالبضاعة. لما وريتك يا شريب الكلب، ما جوعتك. الو، اتفضل يا لورد. الو. ايوه يا لورد، الباسبور جاهز باسم محسن التوني ومدام نجوى القوسي، والطياره الساعه 5 الفجر. عظيم. هسافر بكره، تخلصوا شغلكم تحصلوني. رجالتي مش ممكن افرط فيها ابدا. الليله دي عندي زياره مهمه، لازم ازور سليم الديب.